أبو تميم الأفجم هو شاعر يمني من محافظة ريمات، ولد في عام 1997 في قرية الذبوب بعزلة الأبارة. يعتبر أبو تميم من الشعراء الشبان الذين أثروا في الشعر اليمني بإلقابهم وأشعارهم. شاعر وليد البيئة الحضارية، صانعة المواهب، أحس بموهبته الشعرية منذ صغره. كتب ما يحمله من هموم وأفكار، وأبدع في التعبير عن مشاعر الحب، الوطن، والإنسانية. يتميز أبو تميم بأسلوبه الراقي والعاطفي في الشعر، وقد ألهم العديد من المستمعين والقراء بقصائده. إليكم بعض القصائد والأعمال الشعرية لأبو تميم الأفجم. يارب ما بيخيب من قال يارب، قصيدة تعبر عن الأمل والرجاء في الله، وتسأل الله أن يفرج هموم القلب ويغفر الذنوب. عين عبدك يا معين، قصيدة تعبر عن الاعتماد على الله والتوكل عليه في الصعاب. مشكلتي أني شخص طيب، قصيدة تتناول موضوع الطيبة والنقاء في القلب. في قصائد أبو تميم الأفجم يجد المستمع ترجمة للمشاعر الإنسانية والتجارب الحياتية، ويعبر عن الحب والفقد، ويصوغ كلماته بأسلوب يلامس القلوب. بالرغم من صغر سنه، أبو تميم الأفجم يحمل في قلمه عمقاً وإحساساً يجعله يترك بصمة في عالم الشعر اليمني والعربي. قد تكون قصائده مثل الثمرة الناضجة التي تنمو في أرض خصبة، تحمل في طياتها أملاً وجمالاً. فلنستمع إلى أبو تميم الأفجم ونستمتع بألحانه الشعرية التي تنساب كنهر عذب في أرواحنا.